الكوارع حاسسها سودا اوي، حاسس الكوارع مش متنضفه كويس. هو ايه الفيديو ده؟ ايه ده؟ بص الجمبري عباره عن بريدنج. بصوا يا جماعه، ايه رايكم نجرب المطاعم اللي واخده اقل تقييمات على جوجل مابس؟ بصوا احنا دلوقتي هنعمل ايه جرد كده لكل المطاعم اللي واخده اللي واخده تقييمات قليله على جوجل مابس، وهنجيبها ونجربها ونشوف بقى هي ليه واخده تقييمات قليله قوي كده على جوجل، وهل فعلا بقى الاكل بتاعها وحش، وهل فعلا التقييمات السلبيه دي المطاعم دي تستاهلها، ولا الناس بتظلم المطاعم. فتعالوا كده نشوف المطاعم ايه اللي واخده تقييمات سلبيه. احنا طبعا بقى هنصغر الدايره شويه بحيث ان احنا نجيب المطاعم اللي جنبنا. طبعا بقى مش هنجيب مطاعم بعيده عشان الاكل ما يبردش والكلام ده كله، فاحنا هنجيب دايره الشيخ زايد بس. هننقي بقى كذا مطعم في الشيخ زايد تقييماتها قليله ونشوف جوده الاكل بتاعتها حلوه ولا وحشه. بصوا اول مكان معانا هو مشويات ومصمت سيف، ده واخد تقييم 2.7. بصوا التقييم بتاعه 2.7 من 5، ده اقل تقييم انا لقيته لحد دلوقتي. التقييم بتاعه قليل جدا اصلا. عايزين نشوف التقييمات ايه. اول واحد كاتب مش نضيف، عامل نجمه واحده بس. كله الصراحه مدي تقييم الاكل نجمه واحده من 5 نجوم. فتعالوا نجرب مشويات ومصمت سيف. احنا جبنا بقى كده اوردر متكامل من مشويات ومصمت سيف. ايه ده كمان؟ ايه كل ده؟ ده هي الكيسه ممسوحه. بص بقى، احنا جبنا من عنده شوربه كوارع، وجبنا طبق مشكل. هو اصلا مصمت فمشكل بقى، وحلويات اللحوم والكلام ده الكوارع. اوه، دي شوربه كوارع. طب فين الكوارع؟ ده ايه ده بقى ده؟ كوارع. دي شوربه بتطلع عادي، ودي كوارع. هي مشكلتهم كلها في طعم الاكل، مش في الاستاف والكلام ده، وان هو مش نضيف. توت 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 توت. اوه، حاسس الكوارع مش متنضفه كويس. اوبا، بص هي الكوارع سودا قوي. ده بقى اللي هو طلب مشكل. ضربنا من عنده برضه طلب مشكل عشان بحيث نبقى جربنا كل حاجه عنده ونشوف التجربه كامله. يعني حاسس الحاجه مجهده شويه، حاجه بردت شويه. ده ايه ده؟ دي كفته. تحس في ريحه زفاره بسيطه كده. بص الكوارع اصلا شكلها عامل ازاي. الكوارع حاسسها سودا قوي، هي فيها اسود وفيها ابيض. بص بص بص، ايه ده؟ الكوارع مش متنضفه كويس، ما هي سودا كده بسبب ان هي مش متنضفه كويس. بص 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 الشعر اللي فيها. خي، حرفيا يا جدعان ريحه الكوارع زفره بشكل فظيع. بص ده شكل الطبق المشكل، عامل 75 جنيه تقريبا. شوربه الكوارع عامله 120 جنيه. الصراحه حرام يعني، شوربه الكوارع دي مش هاكلها، ريحتها زفره قوي، مش متنضفه كويس. تعال نجرب الاكل بتاعه. هيجي معاه فشه، ومفيش تقريبا غير فشه. دي طحال وكفته. عنده حته طحال كده. بسم الله. مش عارف طعم حاجه بتحسها مش الصبح قوي، تحس حاجه مش كويسه. معدتي قلبت جامد الصراحه. ريحه الطبق اصلا مش مشجعه ان انت تاكله. طب دوق يا سيف، دوق. انت اللي عمال تقول دوق دوق. انت دوق وبعد كده هاكل كده. انت هتاكل عشان انا اكلت خلاص. انت دوق انت ما بس. اكلتش اصلا. طب دوق. اهو يا عم اهو. بص امسك. ايوه ماشي، خد الكفته. الضرب خد والله يا ابني عادي. لا الصراحه، لا لا مش هقدر. هتطلع بره. لا انا اوت. تيجي انت تعمل ريفيو على دي. الحاجات ده ب 200 جنيه. الحاجات دي ب 200 جنيه يا جماعه الصراحه. ما احنا كده في بدايه التجربه، كده اول فيديو في السلسله. هناخد التجربه سوا. انا كده اتاكدت ليه، يعني انا كده حرفيا اي مطعم يبقى واخد تقييم قليل انا انسى ان انا هروحه، انساه. يعني هو حرفيا موضوع التقييمات ده مهم قوي. فكرنا اصلا الناس بتظلم المطاعم اللي هو التقييمات القليله. في مطاعم بتبقى واخده تقييمات عاليه وجودتها مش حلوه، والعكس يعني في مطاعم بتبقى واخده تقييمات قليله وجودتها عاليه. فقلنا نجرب التقييمات القليله دي. فطلع اول مطعم معانا الصراحه من كتر ما هو بشع مش هقدر اقول اسمه ولا هقدر اكل. فتعالوا نشوف تاني مطعم. بصوا يا جماعه، انا الان حرفيا انا ابتديت اقلق. المهم في مطعم تاني مشهور قوي برضو في الشيخ زايد، واخد تقييمات قليله قوي، واخد تقييم 2.3 من 5 في التقييمات. التقييم ده قليل جدا. هو ايه الفيديو ده؟ بجد بيعملوا العيش هما اللي بيغرزوا. ده هما اللي بيغزوا عايزين نفسهم ما شاء الله. واخد تقييمات قليله. استنى بقى، بص هو كاتب التقييم ده بودا فايد. كاتب ايه بقى؟ اقل من العادي، والخامات مش حلوه، والسندوتشات بتطلع معجونه، والسبايسي عندهم عباره عن شطه صحيحه بتطرش بالكيلو. ايه ده؟ ايه بتطرش بالكيلو ده دي؟ بيغني ده. بص هو بيتكلم ان الشطه عندهم بتبقى حاميه قوي، وبتبقى صحيحه، اللي هو مش حتى بينفع تاكلها، انت فاهم. لو راجل كل. والبنت اللي على الكاشير في الطراوه ما انصحش بيه نهائي. هو بيتكلم يعني ان محدش مهتم بيه خالص، محدش مهتم بيه، محدش مهتم بالحاجه اللي بتطلع. كل واحد مكبر دماغه. اهم حاجه اللي هو اهم حاجه تطلب وتمشي، يعني تاخد الاوردر بتاعك وتمشي. واخد تقييم حلو كمان من 7 شهور. علي عثمان كاتب يكفي في هذا المطعم الوشوش السامحه، واللي بتشوفه وانت قاعد بيتعمل عيش قدامك. بيتكلم يعني ان في وشوش سامحه، بتبقى قاعد والعيش بيتخبز قدامك. يلا بينا نجرب نشوف التقييم الحلو والتقييم الوحش انهي صح اللي فيهم. يلا بينا. جينا بقى يا جماعه واحنا بنطلب الاوردر، بصينا على المنيو. هو حرفيا المنيو لا ما لا نهايه. عارفين انتم المنيو بتاع المطاعم بتاعت زمان فيها كل حاجه. حرفيا المنيو فيه كل حاجه انت ممكن تتخيلها، من بيتزات لشرقي لغربي. بصوا اي حاجه انت ممكن تتخيلها في الاكل هي موجوده عندهم. فاحنا طلبنا ايه بقى؟ ساندوتش جمبري، وطلبنا كريب. جينا بقى نطلب بيتزا، قال لنا اي حاجه في المنيو انت عايزينها هتلاقوها الا البيتزا. تعالوا نبدا اول حاجه بكريب الشاورما، عامل 90 جنيه.
انا قلت الكريب بقى هيبقى مفهوش من وشه بقى شاورما وهيبقى وشه قد كده بقى وحركات والكلام ده، بس ما طلعش كده. المهم تعالوا نشوف الكميه. هي ريحته الصراحه خطيره، باين عليه كمان واخد شيدر وغرقان شاورما حرفيا، واخد كمان مايونيز واخد كاتشب وبقى فلفل. بسم الله جامد. بصوا انتوا من اول قطمه كده ميكس فليفرز كتير دخلوا في بعض بسبب الكاتشب والمايونيز. طعم الشاورما حلوه، لون الكريب طريه قوي الصراحه. الكريب حلو مش وحش. بسم الله حلو، بس العيش تحسه معجن شويه بس ايه مقبول ماشي. على 90 جنيه تاكل كريب حلو. تاني حاجه بقى حاجه مالهاش اي علاقه ببعض، وهو ايه ساندوتش جمبري باتيبان. ده شكل ساندوتش الجمبري الباتيبان. ده عليه طحينه. بص فيه كام قطعه جمبري، 1 2 3 4 5 6، عامل 70 جنيه. العيش فريش الصراحه باين عليه حلو، بس نجرب. بسم الله. هو عيش فريش. بص الجمبري عباره عن بريدنج، يعني كده بريدنج. هي دي حته الجمبري. الجمبري بيقعد قوي الصراحه، مش حاسه مستوي كويس. التتبيله بتاعته مش حلوه، مش عجباني. جمبري مجمد مش احسن حاجه الصراحه، تحسه شايب زيت قوي. زي ما قلت لكم الصراحه الكريب حلو عجبني، لكن الساندوتش الجمبري فظيع ما عجبنيش خالص. يلا بينا نبحث على ثالث مطعم. وبصوا المطعم ده واخد تقييم 2.7 من 5. التقييم بتاعه قليل جدا. تعالوا نشوف بقى التقييمات عامله ازاي. بص ده التقييم بتاعه، واخد تقييم قليل جدا برضو بالنسبه لان هو مطعم مشويات وكده. بصوا بقى ايه، تعالوا نقرا كل الريفيو اللي عليه. اول حاجه محمود رمضان كاتب: طب احنا الغرض من الزياره كان اننا نجرب النيفه، بس تعالوا نبدا من الاول. باركنج كان في مكان في ظهر المطعم، وبتقطع له تيكت ب 20 جنيه، وده رقم كبير جدا خصوصا ان المكان مش مستاهل ولا في سايس حتى يقف يستاهل ان انت تديله 20 جنيه. المدخل السلم اللي بتطلع عليه الدور الاول كان بارتفاع تقريبا 3 ادوار. بيتكلم ان السلم اللي بتطلع فيه عشان تطلع على الدور اللي فوق كبير جدا. نتكلم على الاكل دلوقتي، نخش على تقييم الاكل. انا عايز الاكل لا هو دخل في الاكل على طول. الاوردر اخد وقت تحضير تقريبا من 35 ل 40 دقيقه. السلطه بتتحاسب عليها. طلب بقى ربع مشكل طرب وكفته، كميه قليله ونازله بارده. بيتكلم الكميه قليله والحاجه نزلت بارده. النيفه كميه معقوله وكانت متوسطه السخونه فبردت بسرعه. الرز كويس والخبز جميل. الحمام مش نضيف ومش بيهتموا بنظافته بشكل دوري. سال على مكان الصلاه وجهوه المكان تحت السلم يكفي فرد واحد بس ان هو يصلي. واضح ان التجربه كوفر اول وحشه جدا بالنسبه له. تاني واحد وهو محمود العزب كاتب: اولا واضح ان في استقصاد للمطعم في الريفيوهات، انا جربت بناء على طلب ابني رغم الريفيوهات المنخفضه، وهقول كل اللي ليا واللي عليا. الركن كان سهل، المحل الدور ارضي فاضي تقريبا، الناس ذوق ولطاف، الحمام نضيف، مكان الصلاه فعلا ضيق جدا بس انا كنت لوحدي فكفاني يعني الحمد لله. الاكل بقى الكفته تاخد 7.5 من 10 كويسه بس مش واو. الطرب ياخد 8 من 10. بصوا تحسوا الريفيو بتاع ده عكس الاولاني، بس كلهم متفقين ان ايه ان في الصاله مكان الصاله صغير قوي. ما علينا. تعالوا نشوف تالت واحد. ممتاز اكتر من رائع والاكل ممتاز وانصح الجميع بيه. ماشي تقريبا بقى قال لي الريفيو ده في واحد اسمه مصطفى كامل كاتب بقى ايه: تجربه مخيبه جدا جدا، الاكل مختلف تماما عن فرع. ما علينا بدون ذكر اسماء. حتى السلطه بفلوس عكس برضو الفرع التاني. الاوردر جه غلط وحاسبونا على اساس الغلط، ان هو الاوردر جه غلط وحاسبوه على ايه على الاوردر اللي جه غلط. كاتب 4 ساعات مغص شديد جدا، ده نتيجه الاكل في المطعم. الاكل اقل من المتوسط، لا ده مسمم كمان. يعني اسف على المنظر ده، ولكن عشان قبل ما اي حد يفكر يروح المكان ده يشوف النتيجه اللي ممكن يتعرض لها وهو رايح، او حتى واخد اسرته معاه. حسبي الله ونعم الوكيل. حاطط الريفيو بتاعه وحاطط الصوره دي كمان. الظاهر يا جماعه ان المطعم ده خطير، ده فيه كميه ريفيوهات سلبيه كتير قوي. يعني بصوا احنا لو قعدنا من النهارده لبكره هنعمل ايه في الريفيوهات السلبيه دي مش هتخلص. واخد ريفيوهات كتير جدا، منها برضو السلبي ومنها الايجابي. فبناء بقى على كومنتاتكم وريفيوهاتكم كان لازم طبعا نجيبه ونجربه. احنا جبنا من عنده بقى اقول لكم ايه يعتبر اشهر حاجات هو بيعملها، ونشوف بقى الحاجه فعلا مش احسن حاجه ولا لا. يا خرابي ايه ده كوليسترول في السما. ايه ده ايه كل الدهون دي؟ صحيه يا جدعان، مصيبه مصيبه مصيبه. بصوا يا جدعان كميه زيوت. ايه ده ايه ده دي ورقه لحمه. ايه ده هي بتتشال كده هنا يا جدعان. بصوا ده شكل ورقه اللحمه، باين ان هي منزله كميه دهون فظيعه. ده ايه الحواوشي؟ حواوشي لحمه. حواوشي لحمه باين عليه كمان واخد ليا حواوشي سخن الصراحه، بس ده المفروض حواوشي. ايه ده ايه الرغيف ده مش فاهم. تعالوا نبدا اول حاجه كده بالحواوشي. بص ده شكل الحواوشي. الحواوشي متبهدل قوي بس كميه اللحمه اللي فيه حلوه. بسم الله. مفيش اي تتبيله لحمه. تتبيله اللحمه مش باينه خالص، هي مفيش اصلا. هو ضلع قوي. عارفين لو كان في تتبيله كان هيبقى احلى. تعالوا نخش على رقه اللحمه. ده جاي معاه عيش كتير قوي، كل ده عيش. بص نمسك ايه. بس ناخد حته لحمه كده. تحس طعم اللحمه اللي في الحواوشي تحسه بيف، تحسه لانشون مصنع، تحس لحمه مصنعه. بسم الله. مش عايز طعم حاجه.
وانا حاسس ان التسبيكه قليله جدا يا جدعان، يعني هي مشكلتهم كلها في التتبيله. لو التتبيله تكتر هيبقى طعمه جامد قوي الصراحه، في دهون كتير قوي. تعالوا اقول لكم اسعارهم كده. بصوا الحواوشي ده عامل 110، وورقه اللحمه عامله 270 جنيه، التوتال كله 380 جنيه، بالتوصيل 460. الاوردر الصراحه ما اتاخرش، وصل في خلال مثلا حوالي 40 دقيقه. الحاجه سخنه الصراحه. في حواوشي احلى من كده، في ورقه لحمه احلى من كده بكتير جدا يعني الصراحه. وبس كده بقى يا جماعه، دي كانت تجربه بقى اقل مطاعم تقييمات. الصراحه التجربه في العموم مش قد كده خالص. طلع يا جماعه فعلا المطاعم اللي واخده تقييمات قليله مش احسن حاجه. ممكن نكمل في السلسله دي بس ايه في مناطق تانية، يعني احنا بدانا في الشيخ زايد، ممكن نبدا بحاجات تانية فيما بعد، وان شاء الله نلاقي حاجات تعجبنا. هستناكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات افكار تانية بقى نعملها كده، وايه ونشارك كلنا افكارنا سوا. اهم حاجه بقى يا جماعه السبسكرايب واللايك بتاعك، وبقى تكتب كومنت عشان تشجعنا. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.